اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. حبايبي اخباركم ايه؟ وحشتوني. انا ولاء عزت رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده بقى هنعمل فيه بوكس الشاورما الجامد ده. شايفين عامل ازاي؟ هنعمل شويه شاورما عالميين. تعالوا نشوف هنعملهم ازاي. بس قبل ما نشوفهم يلا ننزل نصلي على النبي في التعليقات. منساش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وتعالي اقول لك هتبهريهم ازاي. اول حاجه انا جبت كوبايه زبادي او علبه زبادي، وعندي بقى شوية صدور فراخ كده. تمام. واجيب كمان اي توابل شاورما انا معتمداها، توابل بقى جاهزة، توابل من عند العطار براحتك خالص. واحط كمان شوية سماق، وهظبط برضو الملح. وبعدين احط شوية زيت زيتون او اي نوع زيت عندنا، بس طبعا يفضل زيت الزيتون. وهقلب الخلطة دي كويس. بس التتبيلة ما فيهاش اي حاجة، شايفينها عاملة ازاي؟ ولا اي حاجة. حطيت كمان شوية زيت زيتون، ما كترتش قوي في السوائل علشان خاطر هوريكي انا هعملها ازاي. بعد كده بص، صدور الفراخ انا مش مقطعاها، يا دوبك مخليه منها العظم وخلاص. سايباها كده قطع كبيره. تمام. برضو عشان اقولك هنقدمها ازاي. كل كده احط كده كل القطع، ويعني اشبعهم كده بالتتبيله. طلعت بجد تحفه قوي. هجيب بقى الاسترتش بتاعي الغذائي ده، وابتدي افرده كده، وابتدي احط عليه القطع بحالها كده من غير تقطيع ولا اي حاجه، احطهم على بعض. شايفين؟ انا فضلت اقلبها كده وارسم الرصه دي. الطريقه دي طلعت حلوه قوي. طبعا مش هسيب ولا شويه صوص. الطريقه دي برضو لو عندك وقت هتبقي عاملاها من قبلها يعني من قبلها بيوم. ماشي. وبعدين هبتدي اقفل عليهم الاسترتش ده. اقفل عليهم كويس عشان ما تنزلش اي سوائل. طبعا انا هعمل كذا طبقه من الاسترتش ده. نعملها بقى فتة، نعملها سندوتشات للولاد، سواء في عيش اللي هو السوري، سواء في عيش كايزر، أي حاجة. هنلفهم بقى كده عكس بعض الاسترتش، وهنربطها من الناحيتين كويس. بعد كده زي ما قلت هنفرزها في الفريزر. ممكن تعمليها قبلها بفترة وتسيبيها، وقت ما تطلعيها تكون جاهزة. مش هتاخد منك بقى ثواني على النار. طبعا اهوت بعد ما اتفرزت انا يعني سبتها تفك شوية صغيرين قوي. انا عايزاها مجمدة زي ما هي كده، بحيث السكينة تقدر تمشي فيها. هبتدي بقى افك الاسترتش من عليها، وبعدين هبتدي اقطعها شرايح رفيعة قوي زي ما احنا شايفين كده، بالسكينة شرايح رفيعة. في الوقت ده بكون مسخنة الطاسة بتاعتي. شايفين الشرايح؟ هبتدي اقطع بقى يعني كلها كده زي الشرايح بتاعت الشاورما اللي هي بتاعت سيخ الشاورما. شايفين؟ وخلي بالي من ايدي طبعا وانا بقطع. هكون بقى مجهزة طاسة، يا اما حاطة فيها زيت زيتون، يا اما انا سمنة بلدي. وكمان قطع ليا. انا طبعا ما حطيتش هنا في الاول، ما صورتش الحته بتاعت قطع الليا. قطع الليا برضو بتوديها في حته تانية. وفي الاول بصراحه انا ما كنت خايفه احطها عشان طعمها هيبان قوي، هيضايق الولاد. وبعد كده لا، حطيتها. وهبتدي افرز الشرايح كده، مش هحط شرايح كتير، حبه بحبه كده، والطاسه تكون سخنه جدا، ويا دوبك تتلسع اللسعه بتاعت الشاورما هقلبها واشيلهم واحط غيرهم، وهكذا. تمام. مش هسيب الشاورما اللي انا مفرزاها تفك خالص، لا هسيبها مجمده كده واقطع منها وهي مجمده.
وابتدي اللي هو اخد اللسعة واستوى هشيله واحط غيره وهكذا. مش هياخدوا مننا ثواني، على فكرة العملية دي كلها مش بتاخد وقت خالص طالما الطاسة سخنة. خلصت بقى الكمية كلها، شايفين؟ تحفة، كأنها نازلة من على السيخ بتاع الشاورما بالظبط. كنت بقى طبعا محمرة بطاطس وجايبة العيش ده، طبعا المنتج ده قلت لكم عليه مصري برضو، اسم المعتز. كان عنده عيش سوري، كنت انا عملت معاكم فيديو كريب قبل كده، ارجعوا شوفوه هيعجبكم برضو جدا. سندوتش الكريب ازاي نعملها في البيت، ودي كمان سندوتشات الشاورما ملناش حجة بقى عشان ما نشتريش الحاجة غالية من بره. تمام. هبتدي اقسم الرغيف كده. التومية دي انا هنزل لكم منها فيديو، او هكون نزلته وقت نزول الفيديو ده، هكون نزلته ان شاء الله. رجعوا الفيديو بتاع التومية، تحفة جدا وخطيرة بمكونات يعني مفيش في البيت، كلها موجودة في البيت، حاجات بسيطة قوي يعني. هننزل بقى بالشاورما. نرص بس السندوتش زي ما احنا عايزين، ونحط البطاطس اللي احنا محمرينها. انا كنت مقطعاها زجزاج كده، كان شكلها لطيف قوي. تمام. كمان خيار مخلل انا عملته معاكم قبل كده، اللي عايز الفيديو برضو يرجع له، كل حاجة معمولة في البيت اهي. تمام. وده الليفت موجود اليومين دول برضو، ممكن نخلله ونديله لون احمر كده زي بتاع المطاعم. تمام. وده كان عندي شوية رمان فقلت ارش منه برضو. والبصل مقطعاه جوانح كده وحط عليه سماق، اللي حابب برضو يحط بصل يحط. واللي حابب يسوي البصل مع الشاورما في الطاسة برضو يديله لسعة كده، ممكن برضو. قلت بقى احط شوية تومية كمان، يعني لازم يعني ادلع السندوتش كده. خليكي معايا لاخر الفيديو عشان هقولك ازاي بقى نحطهم في بوكس شكله فظيع. هلف بقى الساندوتش في نفس الطاسة اللي عملت فيها، اللي شويت فيها الشاورما، هحط فيها العيش. تمام. لو عايز اي مادة دهنية ممكن ازود برضو، واللي يا جماعة لو حطيتوها هتعمل شغل عالي جدا. بصوا بقى، بنفس الحاجات اللي في الطاسة كده اهو، هبتدي احمر. الحاجات اللازقة دي سهلة تتشال كده، مش بتنيها لازقة يعني. ساندوتش طالع عالمي، شايفين الجمال بقى يعني وكريسبي من بره وتحفة. وعملت كمان جنبهم فتة شاورما ما فيهاش اي حاجة، رز اصفر، وحطيت عليه الصوص بتاع الشاورما، وبعدين او التومية يعني، وحطيت عليه قطع الشاورما وعيش متحمر. مفيش اسهل من كده، ورشة رمان كده لو عندنا. وطبق التومية التمام اهو. تعال نشوف بقى البوكس عملناه ازاي. ادي البوكس بتاعي، حطيت فيه السندوتشات والبطاطس والتومية وكمان الفتة. فرحي يلا الولاد في البيت واعملوا لهم احلى بوكس شاورما. مفيش اسهل ولا اجمل من كده. يلا بقى، متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم. وسيبوا لنا تعليقات حلوة تحت الفيديو.